كل حدا برا سوريا بيهمه كتير يعرف اجار العقارات قديش هون بالشام بالذات. جيت على مكتب اللوتس للعقارات هون بالروضه، رح فرجيكم هلا كم بيت. طبعا مو كل المكاتب بترضى تفرجينا بيوت ونقول لها بدنا نصور، فهلا رح نعرف قديش الايجارات لانه كتير بعثوا لي وسالتوني عن هذا الشيء. فتابعوا الفيديو، خلينا نشوف كم بيت، واكيد انا رح اذكر لكم الاسعار بالفيديو. وجيت لهون على الروضه على مكتب اللوتس للعقارات. هلا رح احط لكم رقمهم مشان كل حدا بده يستفسر منهم ان كان على البيع والاجارات تسالوهم. وهلا فتنا على المكتب لنساله. اول شيء العالم كلها بتسال انه الاجار سنوي ولا شهري، يعني فيني لاقي شهري ولا لا كله سنوي بيكون؟ المنطقة هون غالبا هي سنوي. ما أحلى بأجر شهري. تمام. طب باقي المناطق بيلتقى، يعني في له واحد أمل يلاقي؟ في مناطق معينة مثل المزرعة، مثل الزاهرة، مساكن برزة ممكن يلاقي أجارات شهرية. وبالنسبة للكمسيون، يعني في عالم عم بيقولوا في مكاتب عم تاخذ شهرين، في هيك شيء ولا لا؟ العمولة المتعارف عليها بالأجار هي 5% من قيمة الأجار، 5% من المؤجر و5% من المستأجر. وطبعا بيكون عقد نظامي وكل جنيه بيتجدد. عقد بالمحافظة بيتجدد برضا الطرفين. تمام. وكل سنة بيكون ولا هي بقى حسب صاحب المنزل بتكون؟ كل سنة العقد ممكن، يعني بتدفع له سنة بيعمل لك عقد سنة، بتدفع سنتين بيعمل لك عقد سنتين. طيب فينا هلا نشوف كم بيت؟ في كم بيت؟ ممكن نشوف عدد خيارات. تمام، امشوا نشوف. نحن هون بمنطقة الروضة جنب ساحة عرنوس، رح نشوف كم بيت ان شاء الله ونفرجيكم اياه وتعطوني رأيكم انتم طبعا. وهذا المكان اللي حسنت صور فيه لانه قلت لكم مو كل المكاتب بتخليكم تفوتوا على البيوت وتصوروها او حتى بيعطوكم تفاصيل صعبة. وهي جينا على واحد من البيوت. طبعا البيوت كلها مساحتها كبيرة ما شاء الله، بالذات هون. هو نمط البيوت كلها هون مثلا حتى بالمهاجرين وبمشروع دمار كلها كبيرة. طبعا الاجارات قلت لكم بهي الاراني من $500 لل$1000، والاسعار كلها بتختلف. وسالت مثلا بضاحيه اتسيا من عند الشبابي جوا، عند الشبابي بتبلش تقريبا الاجارات من $150 وفوق. بالشبابي اكيد اغلبكم تعرف انه المي ما بتكون موجوده، فلذلك هذا الشيء شوي بيسبب ازمه للعالم. نحن كنا ساكنين هيك على فكره من كذا سنه، البيوت كلها بتجي 3 غرف وموزع، وبيوتها حلوه يعني جوا الشبابي بس بعيده. هلا صارت قريبه لانه تعبت عالم، وبرات الشبابي قالوا لي الاجارات من $250 وفوق. فهاي النقطه مشان يكون عندكم علم وتعرفوا قديش صارت الاجارات. ومثل ما حكينا الكوميسيون والمكتب قلت لكم اياها طبعا، وبس هيك يعني. وهي جينا على بيت ثاني بالجسر الابيض. طبعا نسبة البيوت اللي للبيع أكتر من الشراء كمان.
وطبعا هلا بدها تبلش المشاريع الجديده، فبعد اعاده الاعمار ان شاء الله قالوا لي انه احتمال الايجارات ترخص وتفرق كثير. ليش؟ لانه بده يصير في اعاده اعمار، بده يصير في بيوت جديده، ففي ناس ما عاد تسكن بالبيوت القديمه يلي هلا عم تتاجر مثلا بهي الارقام، فهذا الشيء ان شاء الله كله رح يكون نقطه ايجابيه باذن الله. وكمان في شغله، السكنه هون بالشام كثير زحمه، فاذا واحد بده يطلع مثلا على الضاحيه مشروع دمار هنيك افضل بتحسه وما فيها الزحمه مثل هون صفت سياره حتى احتمال ما تلاقوه، كثير زحمه. وطبعا انا حاولت قدر الامكان لخص لكم واشرح لكم عن اكثر المناطق اللي عم تسالوني عليها، ودي نبهكم لشغله انه وقت تاخذوا البيت خذوه من حدا كثير يكون موثوق، وانتبهوا على هالنقطه مشان ما يصير معكم اي مشاكل ان شاء الله. وكمان اللي بده يسالني انه في كمان جروبات على الفيسبوك فيكم تستفادوا منها وتسالوهم على البيوت، مشان انه يلي عم يدور كمان على مناطق ثانيه انا ما ذكرتها. وكمان عداكم عن هيك في فيديو ثاني ان شاء الله رح ينزل، حكيت عن اراني جديده فيكم كمان انتم تسالوا عليها وتشوفوها. للمناطق يلي ما حسن تروح عليها كمان ذكرت لكم. لسه في كثير مناطق ما حسن تروح عليها لانه مو كل الاراني فينا نروح عليها، في اراني بعيده علي بصراحه، فانا لانه ما معي سياره فتعذبت شوي بهالنقطه. بس تشوفوا الفيديو الجاي رح كون حكي لكم على اراني جديده، حتى رحت على بابيله وسالت لكم مثلا بمشروع دمر، وسالت لكم بكذا قرنه ثانيه، فشاركون رايكم تعليقات كمان انتم وين بتحبوا اراني ثانيه نسال عليها. مثل هون هلا انا بساحه عرنوس كله عم بيقول لي نفس الارقام، يعني حتى $500 يمكن ما تلاقي. طبعا في المهاجرين كمان، المهاجرين قالوا لي بما انه جادات تختلف، فمثلا بجوز تلاقي انت معك كمان من 250 وفوق، يعني 250 شوي صعبه اذا تاخذ بالاراني الحلوه، لانه كمان هون بتعرفوا قصه انه يصل مي وما يصل مي. عداكم عن قصه الطاقه الشمسيه وقصه الكهرباء هلا، والنت طبعا هذا مفروغ منه، سرعه النت بطيئه يعني من 4 ل 8، واكيد في فايبر وفي شغلات ثانيه اسرع، فنت الموبايل هو يلي بيفوز وبيكون اسرع شيء. وكمان عندكم مساكن برزه والميدان سالت لكم على الاسعار وركن الدين، كلهم تقريبا من $200 وفوق، يعني تحت $200 بهي الاراني ما بيلتقى. تحت $200 بيلتقى بببيله وهديك الاراني طبعا هداك الطرف فيكم تلاقوا احتمال يعني. وفكره مثل ما حكينا المكتب بياخذ شهر، او مثل ما قال مثلا العموله بتكون 5% على صاحب العقار و5% بالمستاجر. هي طبعا بتلعب دور بالمكتب اللي رح تتعاملوا معه. هيك ان شاء الله بكون اعطيتكم ملخص على قصه اجارات البيوت. وطبعا اكيد هو هذا فيديو وحديث مطول كثير ما بيخلص، لانه كثير في عالم عم تسال على قصه البيوت ان كان الشراء وحتى الاجار. فانتوا اذا عندكم شيء كمان حابين تسالوه اكتبوا لي تحت بالتعليقات، او اتصلوا على المكتب اللي سالناه وخذوا منه تفاصيل واسالوه على البيوت، لانه في عالم كثير هلا تنزل عم تدور على البيوت للاجار. شاركونا رايكم بالتعليقات. كان معكم اخوكم ابو الجود، سلام.